السؤال الثالث موضوعه تلوث الماء الصالح للشرب بجهة الرباط سلا-زمور زعير. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاستقلال لتقديم السؤال. زيد السيد زعيم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، الزميلات والزملاء المستشارين، سؤالي موجه للسيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء. السيد الوزير المحترم، لاحظ العديد من المواطنات والمواطنين في الفترة الأخيرة مشكلا حقيقيا يتعلق بتلوث المياه وتغيير في مذاقها في العديد من جهات المملكة، من ضمنها جهة الرباط سلا زمور زعير، والتي نسوقها كفريق على سبيل المثال لنبرز أنه إذا كان هذا واقع الحال في جهة تحتضن العاصمة السياسية للبلاد، فكيف سيكون الأمر لجهات أخرى؟ لكن الأمثلة عديدة وكثيرة، ونقول لك السيد الوزير هذا الشيء حصل حتى في جهة سوس ما استدرعها اللي أنا من الناس اللي كيقطنوا فيها، دون الحديث عن مناطق العمق التي تعاني خصاصا كبيرا في المياه، والبعض منها تعاني من تلوث أخطر، خاصة وأن الانعكاس يصبح مزدوجا حيث إضافة لارتفاع فاتورة الماء بصفة عامة في بلادنا تزيد المعاناة الاجتماعية في ظل اضطرار المواطنات والمواطنين إلى إضافة مصاريف إضافية بشراء قنينات الماء التي انتشرت شركاتها، حتى أصبح الأمر وكأنه مقصود لإقرار حقيقة مرة تهم فرض تكاليف غير مباشرة على عموم المواطنات والمواطنين. السيد الوزير، لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتموها لحماية صحة وسلامة المواطنين بكل المناطق المتضررة من تلوث المياه، وما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذا الإشكال الذي يهدد الأمن الصحي في بلادنا. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المستشار المحترم. الكلمة لكم سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار. غير بعدا باش نعطيو واحد التوضيح، ما كاينش تلوث، لأن التلوث هو إلا كانت تسربت شي مادة خارجية وماشي طبيعية واللي غتضر على صحة المواطنين. في هذه الحالة ديال زويد المنطقة ديال الرباط وسلا وزمور بالماء الصالح للشرب، يعني هذه المنطقة تتزود من سد أو من محطة معالجة المياه ديال اللي سد سيدي محمد بن عبد الله. وهناك في حقيقة السد يعني كان وقع يعني واحد لا يعني شيء طبيعي ماشي كيميائي والى اخره، شيء طبيعي هو تخاصب يعني، وهذا تيجي من تكاثر موسمي للطحالب، وهذه الحالات تمكن توقع في حالة ارتفاع الحرارة أو وانخفاض التساقطات المطرية، وهذه الحالة اللي وقعت هذا الصيف واللي خلات يعني الطعم ديال الماء تغير، ولكن ما كانش هناك أي خطر بالنسبة للصحة ديال المواطنين. وهذا راه المكتب الوطني للماء الشروب راه عمل عدة توضيحات وتصريحات في الصحافة وفي الإذاعة والتلفزة، وكذلك وزارة الصحة هي كذلك عملت تصريح بعد اختبار هذه المياه. ولهذا باش نصحوا يعني بالنسبة للمواطنين ما كان أي خطر على الصحة ديال المواطنين، يعني ما كانش هناك تلوث، كان هناك تغير ديال طعم المياه. وفي نفس الوقت من غير هذه الحملة يعني ديال الإعلام اللي كان قام بها المكتب آنذاك وكذلك وزارة الصحة، كانت عدة تدابير اللي اتخذوا في هذا الشأن. من التدابير كان كذلك أولا رصد جودة المياه، وهذا الرصد تيدار يوميا وتيدار على عدة نقط في الإنتاج وكذلك يعني المياه الخام، كذلك محطة المعالجات ثم في شبكة التوزيع. وكذلك كانوا بعد تدابير بيولوجية في حقيقة السد، تدابير بيولوجية يعني
واحد الشكل ديال واحد الاسماك اللي تلقوا في حقيبه السد اللي تياكلوا داك الطحالب باش نقصوا باش يحسنوا المذاق ديال الماء. وهذا يعني معالجه بيولوجيه بدون مواد كيميائيه. وكذلك حقن البحيره بالهواء لرفع مستوى الاكسجين بالبحيره. وهذا اللي خلى، وبعد جاء تساقطات البطاريه ولله الحمد في اول سبتمبر، وهذا اللي خلى الان الماء اصبح رجع للطعم ديالو اللي كان من قبل. ولكن راكم تعرفوا في كل بلاد في المغرب في كل مدينه راه المذاق ديال الماء ماشي هو نفس المذاق، لانه المذاق ديال الماء تيكون على حسب يعني الماء الخام، ولكن كذلك يعني اللي كاين في الماء يعني من معادن والى اخره. شكرا سيد الوزير.